لو عايزه تعرفي السر ايه اللي بيخليها طعمها مختلف عن بتاعه البيت، اتفرجي معايا الفيديو للاخر. بس يلا بينا نبدا، بسم الله ونصلي على الرسول عشان اقول لك كل التفاصيل بتاعتها. كان معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، حطيت عليهم معلقتين كبار من اللي هي المبشوره، حطيت عليهم كمان طماطمايه بشرتها واخدت الميه بتاعتها وحطيتها على جنب، وحطيت كمان بصلايه مايله الى الصغيره، وحطيت كمان حزمه من الكزبره. هبتدي احطهم في الكبه بتاعتي، واحط البهارات بتاعتي اللي هي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه ممسوحه من الملح، كمان معلقه من السبع بهارات، وهفرمهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم اللحمه المفرومه بتاعتي. عايزه اقول لكم ان اللي بتديها طعم حلو جدا بجد. هفرمهم مع بعض كويس جدا لحد لما تبقى بالشكل ده. بعد كمان ما تطلع من الكبه هبتدي برضو هعجنها مع بعض كده اكني بعجن عجينه، هفضل اضغط عليها بايدي كده لحد لما تظهر الخيوط بتاعه اللحمه. ودي اهم نقطه واهم سر من الاسرار بتاعه الكفته، ان هي ما تقعش من السيخ بتاع الشوي. طبعا بقى في الوقت دوت هبتدي اجيب السيخ بتاعي. عندك السيخ اللي هو الخشب بتاع شيش طاووق تقدري تعملي بيه، عندك معلقه تقدري تعملي بيها، عندك السيخ نفسه بتاع الشوي تقدري تعملي بيه. انا بقى لو انت محضره الشبكه بتاعت الشوي بتاعت الفحم تقدري تشويها بقى بالشكل ده دلوقتي، لكن انا النهارده هشويها في الفرن. هبتدي بقى اقسمها على 2 واحطها في الصينيه بتاعتي. انا مشغله الفرن بتاعي على الشوايه من فوق ومن تحت، وهسيبها في الشوايه لمده ربع ساعة. اول لما تبتدي الصوص بتاعها ينزل كده، بصوا انا عايزه اوريكم قد ايه هي متماسكه وما بتقعش من على السيخ. بجد ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جدا. هبتدي بقى احطها. وعايزه اقول لكم كمان ان انا بخلي الصوبع بيكون تخين شويه كده، لان هي بتنزل الدهون بتاعتها. واول لما الصوص بتاعها ينزل كده، لما تيجي تستوى هكون مولعه فحمه كده، وابتدي بقى اغطيها كده واكبسها بورق فويل لحد لما الفحم او اللحمه تاخد من ريحه الفحم. بتكون حلوه جدا. تقدري بقى تقدميها مع مكرونه لو انت عايزه وجبه متكامله كده مع سلطه، وكده الغدا النهارده هيكون جاهز. اما بقى لو عايز تعمليها بعيش كده وطحينه زي ما انا عملت، برضو بتكون تحفه جدا. انا عايزاكي تجربيها بالطريقه ديت، وان شاء الله هتعجبك جدا، واتمنى تجربوها. واشوفكم في تكه جديده وتركيه جديده مع نونا. دمتم في رعايه الله.